بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة البطل الروماني. أما منتظر الرب يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. سفر أشعياء عدد 40 31. القديس يوسف النجار بعت لك النهاردة رسالة يوم عيده، اتشفع بيه النهاردة وجرب محبته. ده جدع جدا مع اللي يتشفع بيه ويستنجد بيه في سداد الحاجة والعوز وفتح أبواب الرزق. القديس يوسف النجار جاي بيقولك: ابني الغالي، لو حاسس إن قوتك وطاقتك خلاص خلصوا، أنا جاي أفكرك إنك جواك القوة. أيوة، جواك أنت هي قوة ربك، زي ما الكتاب المقدس بيقول في سفر أشعياء عدد 40. بيقول يجددون قوة، ما قالش يزدادون في القوة. يعني انت مليان بقوة ربنا اللي فيك، وربك هيجدد قوتك، هيديك القدرة والمعونة. زي كلامه: يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. هيسندك وهيرفعك فوق كل صعب، بس انت انتظره وثبت عينك عليه. ما تبصش ابدا على نفسك ولا على قدرتك. ما تنزلش عينك من على يسوع، لان يسوع هو الوحيد اللي عنده حل لمشكلتك. اكيد اوعى تخلي عدو الخير يدمر علاقتك بيه. اوعى تستسلم لأفكاره المحبطة إنك خلاص خسرت كل حاجة وما بقاش فيه أي فايدة. اوعى تسيب نفسك لصوت إبليس المخادع. ارفع راسك فوق، لأن خلاص الرب أقرب مما تظن. هيخليك زي النسر عالي ومرفوع فوق أي جبال هموم وصعاب تقابلك. بس انت ثق فيه، صدقه، صدق كلام أبوك ووعوده اللي أبدا ما يخلف في حرف منها. صدق إنه يقدر يغير كل الواقع لأجلك. أنت قادر يملاك قوة تدفعك لقدام وللأفضل كمان. اطمن جدا، لأن ربك قوي جدا وعظيم جدا ومسيطر على كل شيء، وكل حاجة خاضعة ليه من أشخاص وأحداث وظروف. كل شيء تحت أمره، وعلشانك هيسير كل الأمور لخيرك ولمصلحتك. طمن نفسك، ما تفكرش كده وانت حزين ويأسان. اوعى تشيل الهم، لأن يسوع أبو قلب حنين، الصاحب الوفي الجدع، لخطة عظيمة جدا ليك انت. وإبليس مهما عمل هو وكل أعوانه هيفشل أكيد عن تعطيل خطة ربنا ليك. ده خطة ربنا ليك إنك تكون دايما في نجاح، في تميز، في سلام، في فرح، في استقرار وارتفاع على طول. ومش بس كده، ده كمان إنك تكون مصدر بركة لكل اللي حواليك ولكل حد بيتعامل معاك. اطمن، إلهك حنين جدا ورؤوف جدا جدا. هيطمنك، هيريح قلبك. اوعى تخاف من شيء، انه يعطي المعي قدرة. هيديلك قدرة اكتر بكتير من الاحتياج اللي انت فيه، مهما كان نوع الاحتياج. يعني هيديلك قدرة على الانتصار على كل شيء يخوفك ويقابلك ويرعبك. هيديلك الغلبة على إغراءات العالم. هيديلك قدرة وانتصار وغلبة على كل هموم وضيقات وتجارب وصعاب. ما تخافش أبدا من شيء، لأن إلهك معاك دايما. ومدام ربك معاك يبقى مفيش شيء يخوفك ولا يقدر عليك مهما كان. ما تخافش وطمن نفسك وقول زي بولس الرسول ما قال:
باسم يسوع أنا الضعيف في ذاتي قوة بالرب. وتأكد إنك هتتملى بالقوة والمعونة الإلهية والقدرة، وهتسمع صوت يسوع الحنون وهو بيقولك: ابني، حبيبي الغالي، تكفيك نعمتي. وهتختبر فعلا نعمة ربنا في حياتك وفي كل حاجة حواليك. هيرفع راسك، هيشفيك من أي انحناء ومن أي ضعف، هيقويك، هيفك كل قيودك، وهيحول كل فشل لنجاح. هيحلك من أي رباطات، زي ما حل المرأة المنحنية من 18 سنة اللي كانت مليانة بروح الضعف، لما حناها وتعبها وقال لها بصوته الحنون: محلولة من ضعفك. في لوقا عدد 13-12. هياخد مرضك وهيديلك شفاء، هياخد حزنك وهيديلك فرح وسرور، هياخد إحباطاتك ويأسك وكآبتك وهيملاك بالرجاء والأمل. اطمن دايما وما تفكرش أبدا في شيء، وارفع راسك على طول، وفكر نفسك دايما بكلام الإنجيل اللي دايما بيطمن القلب وبيفرحه. وعلى طول انتظر الرب وقول لنفسك: أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. وخليك متأكد دايما إن يسوع سندك وسندك وعلى طول في ظهرك، وإنه هيعوضك عن كل السنين اللي أكلها الجراد، وهتفضل دايما طول عمرك مرفوع الراس. وكل اللي جاي مع يسوع هيبقى مليان بالأفراح والنجاح والخير والهدوء والراحة. آمين. ربنا يعطيكم سؤالكم ويفرح قلوبكم بشفاعة أمنا العذراء مريم، الأم الحنونة، أم المعونة، وبشفاعة حبايبها الكتار من الشهداء ومن القديسين، وكمان شفاعة كل جيوش السمائيين، وأمير الشهداء البطل الجدع جدا سريع الندى اللي مش بيتأخر أبدا عن حد يستنجد بيه، وبشفاعة القديس الجدع جدا القديس يوسف النجار في عيده النهاردة. يفرح قلوبكم. آمين. قناة البطل الروماني.